نعم، شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كما يخفى على الجميع بأن هذه ماشي أول مرة كنطرحوا هذا السؤال على الوزارة ديالكم، لذلك أنا صنت بإمعان كبير وتركيز الجواب ديالكم والعرض ديالكم سيد الوزير، معتقدة بأنه غيعكس الواقع ديال المغاربة الدراوش اللي تصابوا بفيروس كورونا. لكن من المؤسف الواضح بأن الناس اللي كيكتبوا لكم هذه العروض وهذه الأجوبة ما عارفينش شنو طاري في الواقع ديال الناس اللي كيعانيوا. سيد الوزير، عدد الوفيات في ارتفاع كبير والوضعيه مقلقه جدا، وانتم كتقولوا بان نسبه الملء ديال الاسره وصل 36%، في حين بان الجواب اللي كيتلقاه المواطن هي با دو بلاص، ما كاينش البلاصه، وكيكون داك السيد اللي تصاب بكورونا فايته 50% ديال نسبه الاصابه ديال الفيروس. البروتوكول دوختوا به المغاربه سيد الوزير، سير دير تيست رابيد جلس 3 ايام، عاوتاني سير دير البي سي ار اللي ولا امتياز وجلس 5 ايام حتى كيكون اللي عطى الله عطاه، واللي تطلى واللي قرب يموت يموت واللي مات. المصحات الخاصه سيد الوزير، المصحات الخاصه كان خصها تكون شريك فعلي في هذه الازمه وتبين على روح المواطنه ديالها، في حين ان الاهمال ديالكم وعدم تتبع الكيد شارج ديالكم خلى المواطن المغربي اليوم يكون فريسه سهله لها، وانها تراكم الثروات والاموال. آلة التنفس غائبه من الاسواق وتضاعف الثمن ديالها الى 5 مرات، ولن اذكر بحادثه طنجه ديال سبيطار محمد الخامس وهذيك اللي ما تسجلتوا فيها حتى موقف. سيد الوزير، راه المغاربه ما كيعانيوش اليوم، ما عندناش غير كورونا، تم افراغ جميع المستوصفات والمستشفيات ديال المدن الصغرى بما فيها مدينه ترقس، بني عمار، اساكن، من الاطر، وما يسري على هذا المثال اللي كنعطي يسري على المغربي كله، من الاطر والاطباء وديتوهم باش يقابلوا كورونا، للاسف ولاو النساء مازال ولاو كيموتونا بالولده، ولاو الناس نتاع القلب نتاع الدياليز نتاع الامراض الاخرى، على اساس اليوم عندنا غير كورونا وما عندناش امراض ااخرى. سيدي يا وزير حكومه الكفاءات، إن هم الطبيب هو القضاء على المرض وليس على المريض. المرجو أن تفهموا هذه الرسالة جيدا، وشكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة.